عليها، شوفوا معاه حل كنز تعداو عليها هذاك اللاعب باش بقى تراجع عليا، وهذا ماشي عنده علاقه بجي تعديتي عليها. فريق النادي الكلاسي حيمكن لهم حق من الحقوق ديالهم وسط المقابله بلقطه خلقتي فيها القانون. لكن في النادي في الماتش ديال نوتبر كاين اشياء مركبه، حل نقاش واقعي وما يكونش فيه لغه خشب. اشياء مركبه. اولا بوسليم هذه المره الرابعه كيدير الفار ديال النادي الكلاسي ديال نوتبر بوسليم، وبوسليم مع الفتح دار خطا لنفس الفريق، ومع الحسني دار خطا لنفس الفريق، ومع كذلك الفريق الاولمبيك سافي شفنا كل شيء شنو وقع، مع انه القزاز كيتحمل المسؤوليه. نزيد لك الاخرى، هذا بوسليم علاش قلت بان تعيين نوتبر كان غريب. اذا في مباراه كانت قبل بين الوداد الرياضي ونوتبر كان اشتكوا واحد البينالتي وكان في الفار دوان جيد، كان باقي حكم 14 مباراه موراها ما لعبش بوسليم، ما لعبش. ثم من بعد هزوا معايا الجمهور عادي شوفهم كودي تعيين حكام في موسم التقاعد لنوتبر كان هو شيء خاطئ، لان بالنسبه لهم الخلفيه ديال رئيس الجامعه وكل شيء مشى في رضوان جيد، يلا سالت كيف خدم كيبحث على بلاصتو. انا ما تنقولش الجمهور تيقول، ولكن راه فيها تساؤل، حنا في المغرب. ثم هذه القضيه المسلمين مالو توقف 14 ماتش على خطا كان الفار الى عقلتي يشرك معاه، وانا ذاك الشخصيه تاع رضوان جيد كانت نكمل لك وانت تدريت المره الاولى الثانيه الثالثه بلس السيد عنده حدث مع الفريق كان تدمر فيه نفسيا بانه ما لعبش 14 ماتش ماشي توقف ولكن ما لعبش ما تعينش. هذا ماشي اللي تنقول، هذه الاحداث اللي كتقول ديال السي مسلم. هذه القضيه تدعو للاستفسار الناس المعنيين بالامر، هم يشوفوا لنا يقدر نفسيا السي مسلم يتخلع. انا لاش الحكم الوسط ما خدش قرار وناخذوا هذا لاش، وهي باينه ما عندهاش باش ترجع كاع للفار، هذيك النقطه واضحه وما ناخذهاش. خلي الجمهور كله الاعلام وكل شيء كيتحدث كما قلتي، تهمه اللي كتهز كتلاح مباشره عند رئيس الجمعيه يقدر يكون ما تفرجش في المقابله، يقدر يكون ما شافهاش مع المسؤوليات اللي عنده، لانه دابا راه تيجري من هنا لان عنده بزاف اوراق خدامين فيها، وغتبعوا واحد التهمه اللي هو ما عنده علاقه بها، هي خطا مشترك بين الناس. الله اعلم شنو هي التفكير اللي كان عندهم ديك الساعه. لا انا غير هذا المعطى اللي تكلمت عليه ما كانش عندي ديال 4 مباريات انه كلهم فار البركان، هذا واقع. هذا خصو يوضحوا المديريه ولا اللجنه علاش واش كاين غابو سليم باش يلعب الفار وعلاش ما كيلعبش في الوسط فار ما كيلعبش في الوسط. لان دابا اللي واقع هو ان الحكام الدوليين كاملين ولا شي دابا بداو كيديروا تدوينات، يعني الناس ما بقاتش قادره تصبر. تعين من ديال نوتبر كانت تاع طنجه وهذا هو الغريب من بعد التدوينات عين. كان قال بان كان مشكل بانه ما بغاش شي ماتش ربما في برشيد ولا كذا ما بغاش، مع ان يعني التفسير اللي عطاوه يعني اعضاء المديريه بان ماشي هذاك هو السبب الحقيقي انه ما بغاش، ولكن كان عنده التزام ديال السفر انه غادي يمشي عنده شي سفر وما كانش على مقبل، وبالتالي هذا هو اللي خلى هذا الارتباك يحصل. انا كنقول الا كان بوسليم دار 4 ديال الفار حكم فار نهضه بركان الفتح والحسنيه وهذا الماتش 3 راه بحال كيقولوا ليه هذه الفرقه اللي انت كنتي سبب باش توقفتي بها غتبقى تلعب ليها وما خصكش تغلط، او لا خصك دير شي حاجه مهم، لان ما يمكنش كيفاش انت بسبب هذا الصبر كان وقفتيه 14 ولا 13 ماتش ما تعينش لك وقف شنو 13 ماتش ما عندوش توقيف فهمتي، وتجي وتعطي 4 المباريات. الا كان هذا المعطى صحيح اللي قلتي ديال 4 المباريات 3 المباريات يكون حكم فار غير نهضه بركان، كاع المباريات اللي نهضه بركان طرف. انا بالنسبه لي ما غنقول لا حتى شي حاجه، انا نطلب غير من السي رضوان جيد ولا السي الحاج يوضحوا هذه المساله، يدوزوا بالحكم الاخر يوضحوا هذه المساله. الثنائي اللي كان في اللقاء ديال كان عقلتي ديال السماش عقل ديال السماش كان سي بزاف وكان بوسليم في الفار. غريب هذا الشيء، الا كان بهذا راه غريب، لان ما يمكنش. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.